إخواني والأخوات، السلام عليكم. جيت نتكلم في جوج ديال المواضيع. موضوع كيتعلق بالدول المغربية، القضية ديال الصحراء المغربية وعلاقتها بالجزائر وفتح الحدود كيف ما وصفت في واحد التدوينة. كذلك ومثال جيت نتكلم على واحد الموضوع اللي عندنا في المغرب مؤخرا، اللي بزاف اللي هضروا فيه واللي منهم صحفيين وكذلك ومثال مؤثرين، وهو الموضوع اللي غادي نبداه دابا بعجاله غنتكلم عليه ونحاول نوضح هذه المساله للناس باش بزاف ما يتبقاوش يتبعوا الاعلام وما يبقاوش يتبعوا المؤثرين، لان ماشي كل واحد او لا الجميع غيعطيوك الحقيقه باش انك انت كمتتبع او لك واحد المواطن بسيط غادي تفهم. فهنا كما كتشوفوا هذه التدوينه هذه هي ديال المدونه ميسة سلامة الناجي. ما غاديش نقرا التدوينه ديالها، ولكن غادي نتكلم على المساله ديال الموضوع اللي تكلموا عليه بزاف. وقال لك 5 سنوات، كاين قانون جديد اللي قال لك 5 سنوات لمن شكك في نزاهه الانتخابات. يعني هنا الاخوان بغيت نشرح مزيان هذه المساله هذه وشكون هما الاشخاص اللي معنيين بهذا الامر هذا ديال 5 سنوات لمن شكك. من طبيعه الحال هما داك المؤثرين الكبار بحال سلمى ميسة السلامة الناجي اللي كتنشر، عندها تأثير، عندها جمهور بالملايين. يعني هاد السيدة كيتبعوها بزاف الناس، مؤثرة. كذلك ومثال الصحفيين وبزاف بحال مثلا نقولوا توفيق بوعشرين، نقولوا المهداوي، نقولوا صحفيين مغاربة اللي عندهم تأثير كبير، أنهم خرجوا في الوقيته الانتخابات وقال لك أودي هاد الانتخابات غير نزيهة. كيفاش؟ هاد الانتخابات مزورة، او لا قالوا البرلماني الفلاني ولا الوزير الفلاني ولا المرشح الفلاني راه حق ما حق عطى فلوس للجهه الفلانيه والفلانيه وفلانيه. هنا بيني وبينك كيدخل القانون وكيقول لك اجي انت اعطينا معلومات على هذا الشيء اللي كتقول. اصلا القانون كيجرم الشخص الا ما بلغش على الجريمه، ولكن بما ان الاعلام وهذه المسائل ديال المؤثرين ولاو كيبلغوا بالفيديوهات ولا بتدوينات ولا بكذا، فخلينا نجيو لهذه المساله. نشرتي بان كاين واحد المرشح فاسد قدم واحد المبالغ ماليه من اجل ينجح في الانتخابات، او لا واحد الحزب معين، او لا الانتخابات بصفه عامه غير نزيهه. فهنا بيني وبين خصك تقدم اثباتات، والا كتنتظرك عقوبة سجنية اللي ماشي حدوها في 5 سنين، وإنما تقريبا من سنة حتى ل5 سنوات. أوكي، هنا هي باش نشرحو. وهذا الشيء صالح لينا حنا كمواطنين عاديين بسطاء، أنا وانتوما اللي كتسمعوني. هذا الشيء صالح، عرفتي علاش؟ باش ما يبقى يخرج حتى شي واحد يكذب علينا. خرجتي باش نعرفوا بصح الصحفي الحر والنزيه شكون هو. إلا عندك أدلة خرج أخويا تكلم، ما عندكش أدلة فهدا. راك كتشوش على المؤسسات وكتشوش على صورة المغرب، والمغرب داخل على تظاهرات عالميين. فمزيان هذا القانون هذا. شخصيا كنقول لكم إخواني أخواتي هذا القانون مزيان، ولكن هذا القانون شكون اللي كيضرو وشكون اللي بقى فيه الحال وما عاجبوش هذا القانون؟ هما الأشخاص اللي مولفين كياكلوا فلوس من القنوات اليوتيوب بنشر معلومات كاذبة، او لا مدفوعين من جهة ما لانهم يحاربوا واحد جهة ما وحده اخرى. هاد الناس غيقطعوا عليهم الباب ديال الاسترزاق. غتخرج غتقول شي حاجه اعطيني دليل ولا الحبس. هادشي متفقين فيه. فندوزو على الموضوع الاخر اخواني اخواتي. قبل ما نتكلموا في موضوع ديال العلاقه الجزائريه المغربيه والموضوع ديال الصحراء، اوكي، فخليوني نرجع بعدا. اول حاجه نرجع الرشيد نكاز. هذا سبق له نشر واحد الفيديو في اليوتيوب هذه 12 عام، ولو هو قال 10 سنين. هنا قالك فيديو الصحراء مع الضغط السياسي الذي يمارسه الرئيس ترامب لإنهاء الخصومة بين الملك محمد السادس والرئيس عبد المجيد تبون، فإن جبهة البوليزاريو والجزائر أمام خيارين التواضع أو الإدلال. وغيمشيو إن شاء الله الخيار الثاني هو الإدلال، غيخرجوا مدلولين في هذه القضية هذه. الدبلوماسية المغربية التي باعت روحها
بالتحالف مع سفاح غزة قد تحقق قريبا انتصارا مهما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. هنا هذا الخبيث هذا بغى يبين بأن القضية ديال الاعترافات مغربية الصحراء وهذا الشيء اللي واقع، المغرب باع غزة، مع العلم أن هذا الشيء ما عندوش علاقة. أوكي، هذا رجل سياسي، رجل سياسي باش تعرفوا الكبير في الجزائر عقله صغير ما كيفهم والو. سبق لي إخواني وأخواتي تكلمت في واحد الفيديو، ولكن باختصار غنحاول نرجع. القوى في العالم، القوى في العالم، النظام العالمي كيتغير، غادي نحو مسار جديد، رؤية جديدة، بنية جديدة. اوكي، التحالفات في العالم غاديه كتبنى بواحد الطريقه واحده اخرى. حنا كنعرفوا هنايا حليف الصين او لا حلفاء الصين. الصين كقوه اللي جايه بقوه ان هي تحكم العالم، وحكم العالم اقتصاديا وفي التكنولوجيا وبزاف ديال الحوايج. وانا كنصور بهذا التليفون، راكم عارفين شكون اللي صانعينه، وانتم كتشوفوا فيا بداك التليفون راكم عارفين شكون اللي صانعه. فجات امريكا نعم سيدي اللي هي اليوم حاكمه العالم، قالت لك ما يمكنش الصين ان هي تجي بهذه الطريقه هذه وبهذه القوه هذه، اذا خصني ننافسها. حاولوا السنوات الاخيره انهم ينافسوها، ما استطاعوش، فشلوا. اذا وصلوا لواحد النتيجه. ترامب جا قال لك اودي حنا هاد المسائل ديال امريكان قديما ديال اننا غنبقاو ندخلوا بالاسلحه وبيع المسائل ديال الاسلحه ونسبوا في مشاكل في دول باش اننا نبيعوا ونشريوا في داك الاسلحه وداك المسائل، هادشي ما بقاش خدام، لاننا كنربحوا غير الكره والعداء مع دول ومع شعوب. اذا باش اننا نربحوا دول ونربحوا شعوب ونربحوا الاحترام ديالهم، شنو غنديروا تماما نفس اللي كدير الصين، غير هي بمنتوج ديالهم هما خاص وبتكنولوجيا ديالهم خاصه وزيد. هذا هو علاش يعني كاين واحد الصراع وواحد التغيير. امريكان خايفانه الصين ان هي تولي حاكمه العالم وبزاف د الحوايج. الصين عندها حلفاء، اوكي، ومن اهم الحلفاء ديالهم هما الدول الاوروبيه يعني الغرب. وهذا الشيء علاش امريكا كتصارع مع الغرب بقوه مؤخرا وكتحاول تركع الغرب، لان الغرب باغيه يتبع ليها هي باش تشكل به واحد القوه. لان بالنسبه للدول ديال الغرب يعني الدول الاوروبيه هي اكثر، فهمتيني، الدول ولا اكثر قاره اللي كتستافد منها الصين. هذا الشيء علاش كتحاول ان هي تركعها باش تجرها لعندها. وهنا المغرب في هاد الصراعات كامل رابح. علاش؟ لان القاره الافريقيه جايه بقوه بحكم ثروات الباطنيه في جميع القارات غادي تسالي، ولكن في القاره الافريقيه عاد غتبدا. اذا بيني وبينكم، بما ان كاين على قول توفيق بومدين يعني في الوقيته ديال 1974 فاش قال لك الجزائر باغيه تكون عندها سياده على الدول الافريقيه، وباش تكون عندها سياده خصها تحارب المغرب يعني اقتصاديا وسياسيا ثم عسكريا اخيرا. وقال بان هذا المنافس قوي وسماه المنافس القوي يعني هو المغرب. والمغرب انذاك في 74 ما كانت لا قوه لا حتى شي حاجه، ولكن القوه اللي كيقصدها هو الحكم الملكي. وبحكم ان الموقع فين جاي المغرب واحد البوابه لاوروبا، لامريكا، للخليج، زيد فهمتيني، واحد الممر دولي. يعني بيني وبينك هنا كاينه قوه، يعني كل شيء محتاج للمغرب، واحد البوابه. وبما ان المغرب واحد البلد اللي شاب ومجتهد وكيبغي على انه يخدم بلاده ويزيد بها للقدام، فهاد الدول هذه حاولت تقرب للمغرب. وباش ان هي تقرب للمغرب ودير الاستثمارات ديالها في افريقيا ودير الاستثمارات ديالها في المغرب، فامريكا او الدول القوى العالميه منهم الصين، منهم امريكا، منهم الخليج، منهم اوروبا، منهم ما باغيينش يكون مشاكل. الا دخلوا يعني الاستثمار في شمال افريقيا او لا في افريقيا ما خصش تكون مشاكل، ما خصش تكون شي جماعه ارهابيه، خص تكون السلم والسلام. وهذا الشيء علاش العالم داخل وكيقول لك بان المغرب الحل ديال المقترح الحكم الذاتي راه هو الانسب وهو الواقعي وهو اللي خاص يكون، وخصنا كاملين اننا نصوتوا ليه. هذا هو اللي كاين في الامر. فهمتها لك بالخشيبات بطريقه سهله. نقريو هذا الرجل السياسي.
نشر في تدوينه واحده اخرى قال لك فيديو يدعم رشيد نكاز بنسبه 100% خطه الاستقلال المغربيه. علاش المغرب مستعمر؟ في اطار سياده مشتركه بين الجزائر والمغرب لمده 10 سنوات في الصحراء الغربيه. هذا قال لك شنو خرج هذه 12 عام ماشي 10 سنين، 12 عام فيديو. هو نشر الفيديو ديالو ما عرفوش بلا هذه 12 عام، وقال بان عطى واحد الخطه، واحد الاقتراح زعما. هو كرجل سياسي جزائري كان باغي يترشح للانتخابات في ذاك الوقت، وكان كيحاول يلقى بلاصتو بخرجات فضفاضه. وكتعرفوا دائما اللي كيبغي يخلق بلاصتو في هذه المواقع الاجتماعيه ولا في الاعلام في العالم خصو دائما كيخرج ضد التيار، باش انه هو يعني كينوض واحد البلبله باش صوته كيتسمع واسمه كيتعرف. وكان خرج بهذا الفيديو هذا باش يقول بان عندي واحد الفكره ديال المغرب والجزائر باش ينهيو هذا الاخر، انهما الصحراء يولي مشتركه، وكل دوله المغرب يحكمها 10 سنين ويعطيها للجزائر يحكمها 10 سنين. صافي ولات هذه عاهره غنوليو حنايا نتبادلوا بها. هذه راه صحراء مغربيه وغتبقى مغربيه، وغنخليو على امها الدم ديالنا وما غنتفاوتوش، وما كاينش الدبابه اللي غيحط فيها رجليه من غير المغاربه. وبغيتي تحط فيها رجليك حط فيها رجليك كتوريس وتخسر فيها رزقك والاقتصاد يستنفع منك. من غير هذا الشيء ما كاينش. باش تعرفوا اخواني واخواتي، غير الحماق في ذاك الجزائر كي الرئيس كي الاحزاب كي الشعب كي كل شيء هبيل. هنا غنجيو لواحد المساله اخواني واخواتي ديال فتح الحدود. مساله فتح الحدود على الابواب وقريبا، وكما قلت هذه القوى العالميه وشنو باغيه والاهداف ديالها ومسائل اقتصاديه والدخول الى افريقيا، وهذا الشيء علاش جاو في صف المغرب وخصهم هذه المشاكل ما تكونش في افريقيا عامه. بيني وبينكم مباشره في الشهور القليله القادمه سينتهي موضوع الصحراء المغربيه بقوه القانون الدولي اللي هما مع المغرب. مباشرة غادي تجي من تحت الطاولة كيناقشوا مسألة أن بعد الإعلان عن انتهاء هذا المشكل هذا سيتم جلسات بين الملك ديالنا والرئيس ديالهم من أجل، والرئيس الجزائر، من أجل فتح الحدود، من أجل إعادة العلاقات وفتح الحدود. كذلك ومثال ماشي فقط مع المغرب والجزائر ولكن حتى مع تونس، لأن تونس تعتبر ما بين الدول اللي تبعت الجزائر مؤخرا وضيعت علاقتها مع المغرب. يعني باش المغرب يدخل الجزائر ويمر لتونس ويمر لليبيا ومصر وزيد فخص ضروري تفتح الحدود. هنا إخواني وأخواتي ضروري ما غنرجعوا لواحد الفيديو كان قالوا صاحب الجلاله في احدى الخطابات ديالو، غادي نسمعوه وغيكون هو رد على بزاف ديال اخواني واخواتي المغاربه. ويشهد الله انني طالبت منذ توليت العرش بصدق وحسن نيه بفتح الحدود بين البلدين وبتطبيع العلاقات المغربيه الجزائريه. الى هنا الفيديو طويل ولكن نخليكم غير في هذه النقطه راه مفهومه. هذا الملك ديال البلاد حفظه الله ينصرو على اعدائه، باغي الحدود تفتح. في عده خطابات ديالو قال باغي الحدود ان يتحل، وشرح في خطابات من بعد علاش الحدود خصها تفتح، وقال بان ما يمكنش المغرب الديناميه ديال التنميه في المغرب ما يمكنش على ان هي تمشي بعيد الا ما كانش واحد المشاركه مع الاشقاء والجيران ديالنا في جنبنا. يعني الحدود ضروري خصها تفتح، والحدود خصها تفتح من اجل اهداف انسانيه، كاينين عائلات، ومن اجل كذلك ومثال مسائل ديال مصالح ديال الدول وزيد. اوكي. وحتى المستثمرين اللي، وركز مزيان على هذه النقطه، حتى المستثمرين اللي غيجيو للمغرب بغاو الحدود تكون مفتوحه. اوكي، بغاو الحدود، يعني اللي يجيو للمغرب ولا الجزائر ولا، يعني ما يمكنش مستثمرين يجيو للجزائر وعندهم فرع مثلا ديال واحد شركات السيارات في الجزائر وعندهم فرع في المغرب وما كايناش الحدود مفتوحه.
شي اللعبه فيه كاينه بطريقه مبسطه كنشرح لك. يعني الحدود ضروري تفتح. بزاف ديال الاخوان وهذا كيبقى راي ديالهم، ولكن كاين الراي وكاين الوقاحه. انا غنسولك سؤال واحد، كنتمنى تعطيني جواب في الكومونتير. بغيت رايك. الملك باغي الحدود تحل وانت ما باغيش الحدود تحل. سؤال، واش عندك خيارات افضل من الخيارات اللي كاينين عند الملك ديالنا حفظه الله؟ السلام عليكم، وننتظر التعاليق ديالكم في الكومونتير. تحياتي.